ازيكم يا حلوين؟ هعمل معاكم النهاردة الكرواسون بشكل وطريقة جديدة على شكل تايجر، وبعون الله بسيط وسهل مع سمسم. يلا نشوف عملناه ازاي. في بولة ضفت فيها 3 كوبايات دقيق، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، و3 معالق كبار زيت. واخر حاجة معانا كوباية حليب دافي، وما بنزلش بكوباية الحليب مرة واحدة، بسيب كده فيها شوية وابدأ اعجن الاول علشان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. وهنا عوزت شوية الدقيق اللي فضلوا فهضيفهم واعجن تاني، وهعجن العجينة كويس. وكده بعد ما نعمت معانا هقسمها كده بالنص، وهاخد النص ده اشيله كده في بولة، وهضيف على النص ده معلقتين كبار من الكاكاو. فهضيف معلقة الاول كده، وعليهم معلقتين حليب، وهبتدي أعجن كمان مرة لحد ما الكاكاو يتداخل كده مع العجينة ويختفي، وتبقى بالشكل ده. بعد ما عجنتها هغطي العجينة كده وأسيبها تخمر، والعجينة الفاتحة هغطيها برضو بنفس الطريقة، وهسيبهم يخمروا لمدة حوالي ربع ساعة. وبصوا بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله، العجينة شايفين يا حلوين ناجحة وهشة جدا ازاي، بسم الله ما شاء الله. هبدأ بقى أقطعها لقطع متوسطة بالطريقة دي، باخد حتة كده وأقرصها، وبكل بساطة وسهولة زي ما انتوا شايفين. وهبدأ كمان أقطع العجينة اللي بالشوكولاتة بالطريقة دي. بجد سهل جدا ومش هياخد منك وقت، وهيعجب كل اللي يجربه وخصوصا الأطفال، وبشكل جديد. هيطلعوا معاكي بعد ما تقرصيهم 4 قطع من العجينة البيضة و4 قطع من العجينة اللي بالشوكولاتة. هبتدي بقى أفردها رشة دقيق كده على الرخامة، وهبدأ أول حاجة بالعجينة البيضة. أول قرصة قرصتها عليها رشة دقيق كده، وهبدأ كده أفردها بالمبينة أو البردلة، يعني بالأداة المتوفرة عندكم. أنا بستخدم المبينة. وكده بعد ما بفردها وأكبرها بسمك مش رقيق أوي، يعني تكون وسط كده، هحطها بقى على صينية، وهكون محضرة عندي زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة. هدهن كده أول طبقة من الكرواسون، هدهنها زبدة كويس ماشي. وهبدأ على طول في القرصة اللي بعدها اللي هي بقى بالشوكولاتة. تمام، هفردها بنفس الطريقة اللي فردت بيها القرصة الأولانية. تمام، بالمبينة كده هكبرها، سهل جدا بجد ومش بياخد منكم وقت. وكده بعد ما كبرت هحطها على الطبقة الأولى، وأدهنها برضو بالزبدة بنفس الطريقة، وهخلص كل الكمية كده بكل بساطة. طبقة فاتحة وطبقة بالشوكولاتة، طبقة فاتحة وطبقة بالشوكولاتة، وبين الطبقة والتانية دهنت كده زبدة زي ما انتوا شايفين. واخر طبقة ما بدهنهاش زبدة خالص. وبعد ما بخلص كل الطبقات يا حلوين هنقلها كده على الرخامة، ومن غير ما ابططها تاني ولا حاجة هبتدي امشي كده بقطعة البيتزا واقطعها او بالسكينة، يعني مفيش مشكلة خالص زي ما انتوا شايفين، نفس تقطيع البيتزا برضه كده بالطريقة دي بكل بساطة وسهولة ان شاء الله يعني. وركزوا كده معايا يا حلوين في طريقة تشكيل الكرواسون الجديدة. هتاخدي اول طبقة ترجعيها كده لورا، مش لورا قوي، سيبي حتة كده. تمام، والطبقة اللي بعدها، وطبعا احنا دهنينه زبدة فهيطلع معاكي بكل سهولة. ولو عايزاه كرواسون محشي بالشوكولاتة مثلا او الجبنة، تقدري قبل ما ترفعي الطبقات كده تحطي الحشو بتاعتك وتحطي بقى الطبقات. تمام، وهو ده الشكل اللي هيطلعه معانا، شكل التايجر زي ما شفتوه في اول الفيديو. جددي كده لأطفالك وبجد هيعجبهم قوي، ومع بسيطة مع سمسمة هخليكي مبدعة بإذن الله. وما تخليش أي حاجة توقفك، يعني لو مش موجود زبدة عادي تقدري تدهنيه بسمنة وبرضه بيطلع حلو وجميل. تمام، وكده آخر طبقة، وهبتدي اخد بقى الحروف احطها كده من تحت زي ما انتوا شايفين بالظبط. شيلها بالراحة واحط الحروف من تحت، وكده احلى كرواسونة بشكل جديد ومميز. هرصهم بقى في صينية مدهونة دهنة زيت واسيبهم يخمروا، وبسيب مسافة ما بينهم طبعا علشان لما يخمروا
يقعد يخمروا كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده بدهنهم دهنة زبدة برضو من على الوش أو لبن، وعلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. بدخله في الرف اللي في النص، والفرن يكون شغال من تحت بس، ولما ياخد لون من تحت بشغله الشواية علشان ياخد اللون الجميل ده، وبطلعه وبيقعد في الفرن حوالي ربع ساعة، وبيطلع أحلى وأجمل كرواسون بشكل جديد، كرواسون التايجر. جربيه ومتأكدة إنه هيعجبك، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعة وتقولي لي رأيكم في التعليقات.